السلام عليكم، شراكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم صلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم درت لكم اول قاطو سيجار العيد ان شاء الله. كما تشوفوا ساهل بنين وخفيف. عندي لهنا 250 غرام زبده، 2 مغارف كبار كاكاو، عظمه، 120 غرام سكر جلاس. ما فيهاش خميره. لهنا حطيت الزبدة وضفت لها السكر. لهنا جيت نخلطهم في بعضهم كما تشوفوا. داروا لي غبرة وذاك، قلت ساعة نخلطها بالمغرف خير باش ندير الباتر. كما تشوفوا دخلت الزبدة مليح في السكر، ومن بعد طلعتها بالباتر. لهنا اللي ما عندهاش الباتر تقدر دير كيما شتوني ولا تحكم بيدها. تبقى كيما نقول حنا تخلط فيها حتى تولي كريمه نورمال. لهنا زدت لها عظمه تاني ندخلها مليح مليح كيما تشوفوا. واللي ما عندهاش قلت لكم باتر دير هذه المرحله بكل كيما تشوفوا بيدها. حطيت 2 مغارف كبار كاكاو تاني دخلتهم كيما تشوفوا مليح مليح باش درت لهم باتر حتى نتحصلوا على كريمه تكون طريه. ندخلوا مليح المكونات في بعضهم حتى نتحصلوا على كريمه. دوك تشوفوا كيف تجي كما تشوفوا. ها هي كريمه رطبه ما شاء الله. لهنا نبدا نحط الفرينه. ضفت كاس الاول. انا جاوني لهنا 3 كيسان ونص. شوفوا لهنا على حسب الفرينه تاعكم، كاينه فرينه تشرب وفرينه ما تشربش. لازم تحصل العجينه تكون طريه ما تلصقش في اليد، ما تكونش طريه بزاف. دونك شو كنت تحطها طريه بزاف كي نحطوها طيب تحل على الليمون تاعي تاع السيجار. وكي نديرها يابسه بزاف راهي تدقدق. نديرها طريه ما تكونش تلصق في اليد. خلاص شاف تكون مليحه، ماهيش يابسه بزاف وماهيش طريه بزاف. شوفوا لهنا دوك نكمل هذاك النص تاعي تاع الفرينه عفوا. شوفوا كيف تحصلت العجينه. نحطها في كيس بلاستيكي كما تشوفوا باش ما تشربش خاطر نكش الكاكاو او يشرب ليه. نغطيها كما تشوفوا ونبداها مباشره. بعد نبدا نخدم في الكاطو تاعي. المهم نغطيها قلت لكم في كل ما نديروا والحواشي اللي يقعدوا نغطيوهم. نبدا نطرح فيهم كما تشوف في بابي كويسون كما تشوفوا حتى نتحصلوا على عجينه تكون رقيقه. وكي تجي كما خشينه في المول نورمال نبقاو نحاولوا نرقوا فيها كما تشوفوا. دوك نعتلكم لهنا. عدلت الحاشيه تاعي كما تشوفوا باه يجيني السيجار تاعي معدول. السيجار تاعي هذاك الطبقه اللي تكون محلوله نحطها طول من تحتها وندير على قد نقسم على قد المول كيما شفتوني. الصوره راهي واضحه. ندور الدوره الاولى الثانيه ونقسمها كيما تشوفوا. شوفوا لهنا جاتني كبيره بزاف ما تجينيش الحبه تاعي خشينه. نعدلها كيما تشوفوا الحاشيه نقفلها هكا ونعدلها مليح تكون خشينه نرققها تكون تجي هذيك العجينه هذيك هي نخليها. المهم نعدلها الحواف تاعها اللي من الحاشيه تاعها ونخليها. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اي سهله وما شاء الله. شوف نبقى نعدلها في الحاشيه تاعها نبقى نلقاها خشينه قلت لكم نعدلها ونخليها. شوفوا نعدلها. ولهنا اللي تخاف من بعد ما كما نقول حنا تقلقكم باه يخرج لكم المول تاعكم نقصوا على الحاشيه نقصوا العجينه شوي شوي باه من بعد تخرجوا السيجار تاعكم قد ما ديروش كيما تاعي انا هكا درتو قد نقصوا شويه باه تقدروا تخرجوا المول تاعكم وهو يخرج ساهل على الكيف. ما تخافوش انا درت هاك حبيت درتو على قد المول قد. شوفوا حكم طيبته ديتو طيبته
طيب برك كيما نقولو حنا تحمر شويه من التحت وشويه من الفوق، نشعلها شويه من الفوق حتى نشوفو بلي طاب نحيه. جا ويخرج ليه الحبة هذه جات العجينة شوية خارجة على المول، بقيت معاها بشوية برك خرجت ليه. قلت لكم نتوما تخافوا منها نقصوا شوية، خليو المول تاعكم يبان شوية على العجينة، هذا ما كان. شوفوا ها من الحبات تاعي كيف جاو ما شاء الله. لهنا لقيت الحاشية تاعي من الفم تاعها ماشي معدول، نعدلو بالسيار ولا الصفاية، نبقى نحكو كيما نقولو دوك تشوفوا الطريقة تعدل لي تجي كل حبة قد اختها. شوفوا ها نحكم هذا الحاشية تاعي الاولى، نحكمها بالسيار نعدلها الحواف تاعها وخلاص. ان شاء الله تكون واضحة وفهمتوني. شوفوا النتيجة ها اللي عدلتهم. لهنا عندي الشيكولا هذه تاع المرجان بيضة ونوار، نتوما قادرين ديروا اوبتيلا ولا ماشي شرط. انا زوج باك من القاليشة الشيكولا نورمال جاب لي هذه تاع المرجان، درت المره الاولى درت شيكولا، حطيت في الكيس الحلواني هذا شيكولا في الجهه البيضاء في جهه كيما نقول حنا اليسرى، واليمنى درت الشيكولا النوار. ساعتك ما خرجت لي الشيكولا البيضاء الساعه الاولى، ما خرجت لي شيكولا نوار، ما عجبتنيش. انا حبيت كيما نقول حنا كي نحل الحبه نلقى الشيكولا البيضاء ونوار مع بعضها، رحت بدلتها درت زوج كيس من الحلواني هذوك، درت وحده بيضاء ووحده نوار كيما تشوفوا. ها ندير في الحاشيه الاولى شيكولا بيضاء، وفي الحاشيه اللي قدامها بعد ندير شيكولا نوار. ان شاء الله تكونوا فهمتوني برك. شوفوا دوك هذيك الشيكولا ندخلها من تحت، ها نتحصل على الطبقه الجهه اليمين بيضاء وشي الجهه الاخرى انوار. الحبه تاع قبيله اللي قسمتها لكم في البدايه راهي تاع الشيكولا الاولى اللي درت خلطتها مع بعضها ما عليها ما جاتنيش. وتقدروا ديروا شيكولا وحدها بيضاء ولا شيكولا نوار وحدها، ليكم الاختيار الحشو كيما تحبوا. الا هنا جبت شيكولا تاعي البيضاء كيما تشوفوا قسمتها ديتها دابت، كي دابت ضفت لها 3 مغارف زيت وذوبتها على حمام مائي. الا هنا جبت زوج فراس كيما تشوفوا وبديت نقلاصي الحبه تاعي. شوفوا جبت بلاطون فيه بابي كويسون ونبدا نحط فيه الحبات تاعي تاع الكاطو حتى نكمل كامل الكميه، نقلاصيهم بكل كيما تشوفوا. لهنا بك ملاحظه الحبات تاعي تاع الكاطو لازم كي نحشيوهم حتى كيما نقول حنا الفم كيما نقولوا حنا، لازم تكون الحبه تاعي مليانه باه كي نقلاصيها الشيكولا ما ديرش الهواء وتخرج كيما نقول حنا يبقى فمها محلول. فهمتوني؟ خاصكم باش انا كاين حبات ليا مازالوا ما تعمرتش حتى الفم تاعها، بقى كي كلاصيتها بقات لي الشيكولا تاعي تبان من الداخل. شوفوا من بعد ما جمدت عفوا حكمت نحيت الحاشيه تاعي بالمقص باش تجيني الحبه تاعي معدوله. لهنا جبت لاكخي تاعي هذا الاصفر مع شيتا ولا بانسو ونبدا الرش. وملاحظه تانية تاني لازم كي نحشيو الشيكولا تاعي كي نحشيو الحشو نديوه الكونجيلاتور يحكم روحو شويه باه كي نكلاصيوه ما يخرج لناش. شوف كيفاش جات ما شاء الله. عندي هذا البابي هذا الذهبي نقسمو كيما تشوفوا هكا جهه صبع ولا صبع ونص حوالي، وتشوف كيما تشوفوا نزينها كيما هكا، نحط لها الورد هذا والله ما على بالي واش اسمه. شوفوا وعندي الخيط هذا تاع الحبل نديرو بابيون. لهنا درتو لي حزوز تاع ربي يحفظوه، خدمت انا ما نعرفش ندير بابيون حتى تعلمتها. شوفوا كيف جات ما شاء الله. ان شاء الله تكون خفيفه ظريفه قدرت نوصل لكم الفكره. نشكركم بزاف وفي الملتقى ان شاء الله.